نفس الاسماء التي بدأت المباراة لا زالت موجودة. محاولة الان عرض الملعب خلف الجول، عن طريق ريكاردو أوليفيرا. فك الشفرة والكرة العرضية كانت هي الأخطر. الكرة العرضية هي اللي نعم كان لها وجود. الكرة العرضية هي صاحبة الكلمة. شوف كرة توصل لعبد الله قاسم، طلع بعرض الملعب ريكاردو أوليفيرا الغير مراقب بالمرة، الموجود في مكان ولا أروع. هذا دياكيه عمل لعبد الله قاسم، عبد الله قاسم بعرض الملعب داخل الست ياردة لريكاردو أوليفيرا اللي يسجل هدف وبالتالي يرتفع التسجيل. إذا المباراة حتاخذ منحنى آخر. شوف هي عدت من جمعة ولكن ما عدت من ريكاردو أوليفيرا. هذا هو فرانكي المدرب، فرح تماما بهذا الهدف، وضع طبيعي لأن ريكاردو أوليفيرا وضع الجزيرة الآن في المقدمة، وضع الجزيرة في المقدمة، وضع الجزيرة من الويفا. ياخذ فرصة من الويفا، يحاول يمر، يحاول يتوغل، يطلعها عالية رأسية، احتراف الشوط، جول يظهر ولده توني لاف، يظهر ولده يهدي الهدف لولده ولها جمهور الشباب ولعشاق القمصان الخضراء. يا سلام شوف اللعبه من فيلانويفا، عدت ابعدها سالم مسعود، وصلت على قدم حيدروف. مش معقول، اوف منك اوف يا خوفي من حيدروف، مش معقول. حيدروف لاعب تألق، لاعب تأملق، لاعب تعملق، لاعب يشوط. صحيح مدافع، صحيح لاعب نص ملعب، لكن بعد هداف. الله على بوليميكو، عملها صح. كرة تتلعب على طول راسية، تتحول جول عن طريق عبد الله موسى. خطيرة عبد الله موسى، طير الشمال، يتألق يتعمق. عبد الله موسى في كرة وفي لعبة مباغتة وبداية سريعة. هذا عبد الله موسى طلع ونبر في الضربة الركنية، وهنا دلقادو لعبد الله على طول، شمالة على يمين حارس المرمى، شمالة بالقدم الشمال. عبد الله نعم يضع الجزيرة في المقدمة. شوف دلقادو من ضربة ركنية، شوف عبد الله موسى، شوف عبد الله موسى على دلقادو صاحب الكرة الثابتة الآن. دلقادو على التمرير يحطها، يا جول عبد الرحيم البديل عبد الرحيم يسجل في مرمى الشباب الهدف الثالث. 3-1. دلقادو دائما يبقى هو الذي يصنع الفارق من كرة ثابتة. الهدف الثاني من كرة ثابتة والهدف الثالث من كرة ثابتة. دلقادو عمل الركنية وسجل من عبد الله موسى، دلقادو عمل الفاول وسجل عبد الرحيم بعد ما ردت من القائم توصل لقدم عبد الرحيم اللاعب البديل. وبالتالي جميلة كانت من ابراهيم دكي على قدم باري، يتقدم هذا باري وتسديدة قوية. وهنا طبعا شوف التمريرة كانت على طول من عبد الرحيم، يظهر من عبد الرحيم جمعة، عملها لباري، تقدم باري يشوت وحارس المرمى يحاول، حارس المرمى سالم. وهنا طبعا يتراني ويقابل فريق نادي عجمان في ذلك الدور. محاولة الآن راسية تتحط، هدف جول، هدف عن طريق عادل اللي معنا في الصورة، عن طريق عادل عبد الله يسجل هدف ثاني للشباب، ولكن في الوقت بدل الضايع لزمن لزمن الحصة الإضافية الثانية، الحصة الإضافية الثانية. خلاص الآن احنا نلعب في الوقت بدل الضايع لزمن الحصة الإضافية الثانية، و4